الامور الاساسيه اللي هما التعليم والصحه اللي خصها تكون في الدوله ديالنا طبيعه الحال. الفاسد يتحيد، بغينا الصحه والتعليم مزيان. كنطالبوا بالحقوق ديالنا المشروعه اللي كيخونها لنا الدستور. جيل زد او لا جينيراسيون زد، هذه الرساله راه موجهه لكم. اليوم ملي كتنزلوا للشارع وكطالبوا بالحق ديالكم اللي هو التعليم والصحه والكرامه، راكم كديروا واحد الحاجه اللي هي عظيمه بزاف وكتكتبوا التاريخ بيديكم. ولكن باش تبقاو اصحاب حق خاص المظاهرات ديالكم يبقاو سلميين كيف ما بديتوا بهم النهار الاول، وما تعطيوش فرصه لشي حد يستغلكم، حيت للاسف كاينين واحد الجهات اللي كيتسناوكم غير تغلطوا، كيتسناو منكم غير تصويره او لا فيديو ديال التدخل ديالكم بعنف او لا ديال التخريب، وغادي يحولوها ضدكم وغاديو يقولوا هادو هما الناس اللي كتدعموهم، ها هما غير شنكاره وكيهرسوا وكيديروا. وهذه نصيحه مني لكم، اي واحد شفتوه كيتدخل بعنف لا على السلطه ولا على الماره ولا كيخرب ولا كيهرس شي حاجه، هذا شدوه وديوه للسلطه، لانه ما كيمثلكمش وما كيمثلش المغاربه كاملين، وكاين احتمال كبير بانه يكون مدعوم من بعض الجهات باش يخسروا الصوره ديالكم. جيل زد الصوت ديالكم كيكون اقوى ملي كيكون منظم وسلمي، والمطالبه بالحق كتكون اقوى ملي كتكون كتحترم القانون. وزياده على هذا الشيء هذا كامل، جميع الصحف العالميه كتبات عليكم بانكم شباب واعي ومنظم وباغي الاصلاح بطريقه اللي هي صحيحه. التخريب ولا العنف ما عمره جاب نتائج اللي هي زوينه، ولكن السلميه كتخلي صوتكم يوصل وتبانوا انكم فعلا اصحاب قضيه عادله. السلام عليكم.